صباح الخير. فيديو النهاردة للمستعجلين والمحتارين. هنعمل مع بعض فطيرة البطاطس لذيذة جدا بكل سهولة هنحضرها. أنا جبت بطاطساية كبيرة بشرتها ناعم وصفيتها من ميتها. هحط عليها شوية بقدونس مبشورين، هجيب فلفل ألوان وثلاث بيضات مخفوقين وملح وفلفل وكمون. هنبتدي نخلط المكونات دي كويس مع بعض، وهحط عليها رشة جبنة رومي. بصراحة الجبن بتفرق جدا في طعمها. هنبتدي نسخن طاسة على النار، هحط فيها مكعب زبدة وشوية زيت، هننزل عليها بخليط البطاطس، وهحط كمان رشة جبنة رومي على الوش، وابتدي اغطيها. بتاخد حوالي 5 دقايق، وبعد كده هقلبها، ولو اتكسرت مننا مفيش مشكلة، بترجع تمسك نفسها تاني. هحط بقى رشة جبنة رومي كمان على الوش وجبنة موتزاريلا، وهبدأ اغطيها واسيبها 5 دقايق تانيين لغاية ما الجبنة تسيح وفطيرة البطاطس تستوي من تحت. كده فطيرة البطاطس جاهزة. هبدأ اقدمها، احط عليها رشة بقدونس. جميلة جدا وخفيفة، تنفع الفطار تنفع العشاء. اتمنى ان كلكم تجربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.